ضغوطات كانت كبيرة عليك في الأهلي؟ No big pressure. Mamelodi Sundowns also. مم. In Mamelodi Sundowns, you must win the dowry, you must win the cup, you must win the Champions League. It's the same thing. All my life is about that. If you go to Al Ahly, what do you expect? You must win those things. If you don't win the Champions League, if you don't go to the Club World Cup and win a bronze medal, and you مين اللي قال لك كده يا عم موسيماني؟ ما عندك مارسيل كولر اهو، الراجل خسر قدام ريال مدريد في كاس العالم للانديه وقدم مباراه ولا اقوى ولا اروع، وخسر من فلامينجو بفجر تحكيمي وما علقنالوش المشنقه يعني ولا مشيناه ولا اي حاجه، وراجل مرحب جدا بوجوده في النادي الاهلي. بس هو ده الفرق بين عقليتك انت يا كابتن موسيماني وعقليه مارسيل كولر. صلى على النبي عبد الله الصلاه والسلام في البدايه. لو مش متعرف القناه دي اشترك دلوقتي حالا عشان يوصل لك كل جديد. زي ما سمعت كده موسيماني بيقول لك ان لو ما حققتش مع الاهلي الدوري والكاس وكاس وبرونزيه في كاس العالم للانديه والسوبر ودوري الابطال كل ده هيمشوه. ايه يا عم موسيماني، هو انت خدت دوري يا عم موسيماني؟ خدت دوري امتى؟ ده فايلر هو اللي كان جايب لك الدوري. 2 دوري ابطال افريقيا اللي انت خدتهم، في واحده منهم فايلر كان موصلك للدور قبل النهائي، كنت هتلاعب الوداد. عايز ايه تاني يا عم موسيماني؟ طب يا عم موسيماني كمل لنا. so I have my children, I have my family. I can come back to football. And inshallah, maybe I'll go one day back to Al Ahly. You never know. One day, maybe. بس علاقتك مستمرة معاهم؟ Ask the Egyptians here who are in the studio now, they'll tell you. We had a big success. It's big success, my love. But sometimes you must leave صح. the things that you love, you know, صح. it's life. صح. بيتك ومطرحك يا اخويا، بس مش دلوقتي، خليها كمان 5 6 سنين كده. احنا ماشيين كويس جدا ومعانا اداء ولا اروع، واللعيبه كلها بتحب بعض، والمدير الفني ما بيحبش لاعب على حساب لاعب، وهو ده اللي يهمنا احنا كجماهير. في بقى يعني انا هجيب لك كده مقتطفات من كلامه. موسيماني كان بيقول الاهلي كان يحقق لقب الدوري والكاس والبطولات المحليه، ولم يحقق بطوله دوري ابطال افريقيا لمده 6 سنوات، وحققها في وجوده. عارف يا كابتن موسيماني، احنا بالنسبة لنا ان احنا نقعد 6 سنين بعاد عن بطولة قارية ده في حد ذاته كارثة. انت فضلت مع صن داونز سنوات تعمل مشروعك وخدت لقب دوري ابطال افريقيا مرة واحدة. جيت مع النادي الاهلي لعبت 3 نهائيات في 3 اعوام على التوالي. 3 نهائيات 3 سنين على التوالي، احرزت منهم 2. يعني اللي انت قعدته في صن داونز في 10 سنين عملته في الاهلي في 3 سنين. هو ده الفرق بين النادي الاهلي وبين اي نادي تاني داخل افريقيا. تعال نسمع بقى احمد محسن لاعب الاسماعيلي بعد الهزيمه امام النادي الاهلي بيقول ايه. والله ما في اسهل من كده. ايه يا ابني، يا ابني انت مغلوب مني 3 يا ابني. ايه اللي اسهل من كده؟ ده انا لو قرصت عليك شويه كنت مش بعيد نزلتك درجه تانية من بدايه الدوري. يا ابني انت في الشوط الاول مغلوب 2-0 وبلعب على الواقف. انا لعبت بتلعب على الواقف، انت واخد بالك؟ انت مغلوب 3 يا حبيبي، مش مغلوب 1-0. ايه اللي اسهل من كده؟ انت ليك عين تتكلم. تعال نسمع عماد السلمي في برنامج اكشن مع وليد، المذيع على قناه MBC اكشن، البرنامج السعودي الشهير، بيقول ايه عن النادي الاهلي. واجه كاس العالم بهالطريقه. الاهلي المصري ترى استنى، هيتعبك. اي اهلي؟ هيتعبك. انت لسه قبل الاهلي المصري عندك فريق اوكلاند سيتي. اوكلاند، هذا اللي عمره ما حقق شيء. يمكن الله ينفخ في صورته قدام الاتحاد. خطره والله، خطره يا ابو والله العظيم والله خطره الطريقه اللي قاعد يلعب فيها نونو سانتو الان، والله خطره. الاستاذ عماد السلمي في برنامج اكشن مع وليد بيقول لك الاهلي هيتعبنا جدا في كاس العالم للانديه، لان الاهلي خصم مش سهل، بل بالعكس هيتفوق علينا. الاستاذ بقى وليد فراج قال له اهلي مين؟ احنا عندنا مباراه قبل الاهلي، مش اما نعدي اوكلاند سيتي. ده اوكلاند سيتي ده ملوش تاريخ في البطوله ويمكن يعمل تاريخ على حسابنا احنا. طب يا سيدي طالما انتوا كده ناويين تخرجوا بدري بدري عرفونا، ده احنا جايين لكم السعوديه مخصوص. مش انت كابتن وليد ولا استاذ وليد اللي كنت بتقول للاهلي المصري يا اهلي الاتحاد غير الهلال؟ فاكر مش دي كلمتك؟ الاتحاد السعودي غير الهلال السعودي. طب ما احنا جايين لك اهو في السعوديه في ارضك، مش رايحين نلعبك في قطر ولا في الامارات. مالك كده بترجع لورا؟ الاهلي فعلا اسمه بيرعب. تعال نسمع احمد دودار وميدو في قصه تجديد احمد فتوح لنادي الزمالك بيقولوا ايه.
جدا. مش عايز اتكلم في موضوع هيجي في الوقت المناسب ان نتكلم على فتوح، لان يعني طالب طلبات كبيره جدا 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 جوه نادي الزمالك، وطالب منحه تعاقد عايز الراجل وهو بيمضي ياخد فلوس من مجلس الاداره اللي موجود، وخاله اللي بيتكلم باسمه مش احمد يحيى، وبيتكلم في مبلغ 60 مليون جنيه. الكلام ده اول مره، الكلام ده على مسؤوليتي ومعلومه مؤكده، وانا ما بقولش اي 60 مليون جنيه منحه تعاقد، 60 مليون جنيه وعايز ان هو قبل ما يمضي ياخد فلوس تعاقد كانه جاي لاعب من نادي تاني. النهارده بيقول لي نادي الزمالك لو انت هتجيب لعيب من بره هتجيبه بكام؟ فبالتالي انا اللي اعرفه ان فتوح طلب منحه تعاقد بس مش الرقم ده، يعني الرقم زاد، كان 30 مليون، لا كان اقل من 30 مليون 25 30 مليون، لكن انا متاكد ان هو 30 مليون، بجانب ان العرض بقى 60 مليون. يبقى منحه تعاقد طلب يعني طلب وكان خاله قاعد وناس من مجلس الاداره الجديد هو اللي بيتفاوض معاه. وانا شايف ان الطلبات دي صعبه جدا جدا. شايف ان فتوح لازم يعمل اعتبار لجمهور نادي الزمالك ويعتبر ان نادي الزمالك ده هو اللي عمله. ودي كلام انا باكده وكلام انا واثق فيه جدا يعني. وانا بستاذن يعني كابتن عماد يعني اقول لكم رايي يعني في القصه، ان دي محاولات من البعض ان هم يبرروا ان لو فتوح مشي ان هو راجل طلب وطلب وطلب وطلب. الحقيقه اللي عندي، انا بقول لك الحقيقه اللي عندي ان فتوح طلب نفس الرقم اللي خده زيزو كمنحه تعاقد، وقال انا راجل لعيب دولي زيه، ان انا راجل كذا كذا كذا، ودي اخر معلومه عندي. انت عندك معلومات؟ المعلومه زادت الضعف دلوقتي، دي المعلومه اللي عندي، زادت بقت 60 مليون جنيه. احمد دويدار بيقول لك احمد فتوح طالب 60 مليون جنيه كمقدم تعاقد ومش عارف ايه، وميدو يقول لك هو بيطالب ان هو يبقى زي زيزو وان هو لاعب دولي زيه. فين يا جماعه؟ مش ده فتوح اللي كنت بتقولوا عليه ان هو لاعب دولي وقصته منتهيه؟ وميدو دلوقتي بيقول لك الاداره هتبين فشلها في التجديد مع اللاعب. يعني باختصار يا ميدو، انت ودودار بتقولوا لجماهيركم ان لاعب بنسبه كبيره في الاهلي. مبروك علينا احمد فتوح وعلى جماهير النادي الاهلي، ومبروك عليك يا احمد يا فتوح تيشيرت افضل نادي في الكون، اللي انت هتلعب في بطولات عمرك ما كنت تسمع عنها مع النادي اللي انت فيه. تعال نسمع لاعب الاسماعيلي السابق بيقول ايه الفرق بين جماهير النادي الاهلي وجماهير الزمالك. فاروق، انت لعبت في النادي الاهلي وعارف جمهور النادي الاهلي. جمهور النادي الاهلي لما النادي الاهلي لاعبته مستواها قل هاجمهم في التدريب ونزل لهم الملعب. جمهور النادي الاهلي ما بيقبلش الهزيمه. لعيبه النادي الاهلي بقت بتهاب الجمهور اللي في المدرجات ده وبتشتغل على كلنا كابتن، ولاعيبه نادي الزمالك اي لعيب كده، لعيبه نادي الزمالك ما بتهبش كابتن ايمن. لا مش زي جمهور نادي الزمالك، مش زي جمهور النادي الاهلي في الشراسه دي. جمهور نادي الزمالك، بص يا فاروق، انا كنت قلتها مره كلمه وانا في الراديو لجمهور نادي الزمالك، شويه اغضبوا على لاعبكم، يعني شويه لازم تغضب على اللعيب ده عشان يقدر يطلع لك احسن حاجه، او على الفرقه في وقت من الاوقات بالظبط كده. واحنا بنلعب. بص يا كابتن رجب، في البدايه كده احنا دايما كجماهير النادي الاهلي في وقت كده اللعيب بتبقى محتاج تدعمه، بس فعلا احنا كجماهير النادي الاهلي ما بنميزش لاعب على حساب الفرقه. يعني مثلا ما بنطلعش كده نقول لك ده اسطوره عشان جاب لي جون مثلا كسبني على البنك الاهلي، او ده اسطوره عشان جاب لي جون كسبني على الزمالك وخدت بطوله. لا، ده اسطوره بيفضل اسطوره طول ما هو بيمد النادي الاهلي وطول ما هو بيأدي داخل النادي الاهلي. يعني عندك مثلا قفشه في نهائي القرن جاب هدف وبعد كده مستواه نزل، فضلنا نهاجمه وما زلنا لغايه اللحظه في بعض الاختلافات عليه، وهو اللاعب بيحاول يطور من نفسه، وفي لعيبه كتير مستواها نزل وكنا بنهاجمها، بس عشان اهم حاجه عندنا مصلحه النادي، مش نقعد كده نهتف بلاعب ونقول ده اسطوره وهو اصلا ما حققلناش اي بطوله. هو ده الفرق بيننا وبينهم. تعالى نسمع استاذ صبحي عبد السلام في التصريح الجميل ده على صفحته الشخصيه على الفيسبوك بيقول ايه. تخيلوا احتياطي وسط الاهلي بيضم رضا سليم واحمد عبد القادر وقفشه وطاهر محمد طاهر ومروان عطيه، وعنده كمان محمود كهربا الموقوف وعمرو السولية، وكان في الملعب امام عاشور واليو ديانج وحسين الشحات. بصراحه سكواد مرعب، وكأن الاهلي بيلعب لوحده في الدوري. استاذ صبحي، ايام المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق كنت تقدر تقول الكلام ده؟ لا بالعكس، كنت هتطلع تقول ان الزمالك عنده افضل سكواد وافضل لعيبه في مصر، والاهلي المفروض يجي يعمل فتره معايشه مع نادي الزمالك ويتعلم اصول الاداره واصول التعاقدات من مجلس اداره الزمالك، مع ان المسؤول عن الكارثه اللي هي الزمالك فيها حاليا دي هو مجلس الاداره اللي انت بتطبله، واللي انت اصلا عامل البوست مش فاهم انت بتقول ايه. يعني انت كده بتدين مرتضى منصور واولاده بالكلام اللي انت بتقوله. وبعدين تعالى هنا، انت مختفي ليه؟ انت وحشنا يا استاذ صبحي، عايزين نقلش عليك كده في مره، اطلع كده الصبح فيديو عايزين نقلش عليك نستلمك شويه. يا ريت بقى ما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله.